الفرق ما بين الفاونديشن والسمستر التحضيري ومطلوبين من مين ومين الطالب اللي يكون معفي منهم. اولا الفاونديشن هو عباره عن سنه كامله تحضيريه تكون قبل برنامج البكالوريوس الاساسي، وهي تكون مخصصه للطلاب حاملي الاو ليفل. اما لخريجي الثانويه في الدول العربيه ففي جامعات تطلبها منهم وجامعات لا. الفاونديشن مفيد لمين؟ مفيد لخريجي الاي جي او ليفل. ليش؟ لانه طالب الاو ليفل حيدرس سنتين للحصول على اي ليفل، بدلهم حيدرس سنه واحده فاونديشن ويدخل بكالوريوس على طول. خلينا نوضح انه مو كل الجامعات تطلب الفاونديشن لانه كمان يعتمد على التخصص، لكن حتى الجامعات اللي تطلب الفاونديشن ما زال في امكانيه للطالب انه يتجنبه اذا كان حامل للاي ليفل او ما يعادلها على سبيل المثال الدبلومه الامريكيه. اما خريجي الثانويه العربيه فما يكون مطلوب منهم الفاونديشن، واذا كان مطلوب فيكون مطلوب منهم البريدجينج او الفصل التحضيري. لاحظ انه هذا بريدجينج مو فاونديشن. البريدجينج يكون فصل واحد ياخذه الطالب قبل ما يدخل مرحله البكالوريوس، وياخذ فيه 3 إلى 5 مواد يعتمد على التخصص اللي حيختاره. البريدجينج مو كل الجامعات تطلبه، لكن يظل يعتمد على الجامعه نفسها. بس المعلوميه البريدجينج يكون قبل مرحله البكالوريوس وما له اي مساهمه على معدل الطالب في مرحله البكالوريوس. الموضوع مليء بالتفاصيل، لهالسبب افضل حل انك تتواصل معنا وان شاء الله حنفيدك بناء على ملفك الشخصي. وهيك نكون عرفنا